بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام عليكم أيها الأحبة. تناول الأستاذ عبد النبي بن عبد الله الشعلة في هذا الصباح يوم الأحد 5 أبريل 2026 موضوعا هاما جديرا بالطرح والنقاش والغربلة، عنوانه: حين تستهدف الحياة بين مقتضيات الأمن وضرورة المعرفة وضرورة الوعي والمعرفة. هو قال والمعرفة، وأنا قلت المعرفة والوعي، لأن المعرفة شريكة الوعي كما يعلم الجميع. ماذا يقول الأستاذ عبد النبي في مقاله في موضوعه؟ حقيقة هو وجه رسالة وفيها غربلة ثقافية جميلة جدا. أنا رأيت أن الحديث عن هذا الموضوع يجب أن يكون منصفا لي وله وللقراء وللمستمعين ولمن هو مهتم بالحياة ومقتضيات الأمن وضرورة المعرفة والوعي. يقول الأستاذ عبد النبي الشعلة: في أوقات الحروب لا تدار المعارك في ميادين القتال وحدها، بل تمتد إلى ميادين لا تقل أهمية، هو ميدان المعلومات، حيث تصبح إدارة المعلومة جزءا لا يتجزأ من إدارة المعركة. ولهذا درجت الدول التي تتعرض لهجمات عسكرية على انتهاج سياسة التكتيم أو التحفظ في الإعلان عن تفاصيل الأضرار التي تلحق بالمواقع المستهدفة، وهي سياسة ومفهومة بل ضرورية في سياقها العسكري والأمني، إذ أن الإفصاح قد يزيد أو يزود الخصم بالمعلومات التي تساعده على تحسين دقة ضرباته في الجولات الأخيرة، فضلا عن تجنب فضلا عن تجنب إثارة القلق أو الهلع في أوساط المجتمع. هذه الفقرة الأولى. حقيقة أنا أؤكد هذا الشيء، لأن حينما تكون الأنظمة الرعوية التي تنتهج منهاج الرعوي همها وهاجسها مواطنيها، أراضيها، مكتسباتها التي حققتها من خلال تطور التنمية، فبالتالي هي لا تريد مثل ما يقولون أن تزيد النار حطب، فتلجأ إلى كتمان ما يحدث وتعتيم ما يحدث للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة الأمنية العسكرية، وهذه استراتيجيات الحرب. اللي يبغي يقول الأستاذ عبد النبي: يا جماعة الخير، يا مواطنين الخليج، يا شعوب الخليج، أنتم مستهدفون، وكونوا على حذر وفي حيطة وحذر. صواريخ مسيرة ومسيرات تأتيكم من الشرق بذريعة، وهي بالنسبة للعامة، ولكن بالنسبة للمعتدي هي ذريعة.
كيف نواجهها؟ بالإعلان، بالتباهي، بنقل الوقائع؟ ساعدنا العدو، ساعدنا المعتدي، وأصبحنا شركاء من غير قصد، أصبحنا شركاء من غير قصد في العداء والاعتداء على أنفسنا. وهذه مصيبة كبرى نتيجة عدم الوعي، عدم الإدراك، عدم الفهم بقيمة المسؤولية الوطنية. هذه في الفقرة الأولى. طبعا أنا لدي كلام كثير في هذا الجانب، ولكن سيأتي في الفقرات التي تناولها الأستاذ عبد النبي في موضوعه حين تستهدف الحياة. الفقرة الثانية ماذا تقول؟ هذه القاعدة اللي هي قاعدة التكتم على المعلومات، هذه القاعدة تكاد تكون عامة وتلتزم بها معظم دول العالم في مواجهة الاعتداءات، بما في ذلك دولنا العربية الخليجية التي اضطرت في ظل الظروف الراهنة إلى حظر نشر وتداول الصور أو المعلومات المتعلقة بالمواقع التي تتعرض لاستهداف وإخضاع المخالفين للمساءلة القانونية، غير أن طبيعة التحديات التي تواجهها منطقتنا اليوم تطرح تساؤلا مشروعا بشأن كيفية تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وضرورة تعزيز وعي المجتمع بطبيعة المخاطر التي يتعرض لها. هذه الفقرة منقسمة إلى شطين. الشط الأول تؤكد أن قاعدة التكتيم للمعلومات هي مباحة لكل الدول ويستخدمها كل الدول، بس الفقرة التي يجب أن نقف عندها هي الفقرة التي فيها المساءلة القانونية حين المخالفات. هي لماذا وقعت المخالفات من بعض المواطنين؟ لماذا؟ نتيجة عدم الوعي، هذا جانب. نتيجة عدم الوعي بالمسؤولية الوطنية وبمعرفة جاهزية الهوية الوطنية ارتكبوا هؤلاء البسطاء هذه المخالفات. إذن حقيقة الوعي مهم في المجتمع، الوعي مهم في صيانة المجتمع، الوعي مهم في تنمية المجتمع. فكم نحن بحاجة إلى وعي دائم ومستدام ومتنامي. وهذا الوعي ما يأتي من خلال الانغلاق الجغرافي في القرى، لا، هذا الوعي يجب أن يأتي من خلال الاندماج. والحمد لله نحن مجتمعنا البحريني قراه ومدنه زاخر بكل ما معنى الكلمة بوسائل التواصل الاجتماعي والتواصل من خلال المجالس، من خلال المساجد، من خلال مجتمع متدين يحمل شريعة دينية، يحمل أخلاق، خلق، دماثة خلق، متواصل متصل غير منفصل عن وجدانه، عن نسيجه، فيه اندماج، ولكن ينقصه الوعي، نحتاج إلى الوعي. أما بالنسبة إلى المساءلة القانونية للمخالفين، هذه شريعة القانون ومؤسسات الدولة ودولة المؤسسات والقانون، لأن القانون لا يمكن أن يترك المخالف المضر لوطنه هكذا من دون عقاب ومن دون توعية ومن دون إرشاد، لا يمكن.
لأن لو تركه سيصبح مثل السرطان، يكبر ويكبر 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 ويصير العدو في الداخل، يصير العدو في الداخل، وبالتالي لا نأمن على بيوتنا، على أنفسنا، على خيراتنا، على أمننا، على استقرارنا، لا نأمن. لما يصير دودك من بطنك مشكلة ترى. ولذلك التكتيم جاء جزءا من المواجهة، جاء جزءا من الدفاع، بل جزءا مكمل للدفاع عن أراضي البحرين وأراضي الإمارات وأراضي الكويت وأراضي المملكة العربية السعودية وأراضي عمان وأراضي قطر، دول الخليج، جاء مكملا تماما لحماية أراضينا وأنفسنا في مجتمعاتنا الخليجية. أيها السادة، أقولها بكل صراحة لكل مخالف، يجب أن تعي تماما ما فعلته وخطورة ما فعلت. أنت نقلت الصورة والفيديو، صورت الحدث ونقلت عبر السوشيال ميديا. تعرف أن في السوشيال ميديا هناك جواسيس مهمتها بس الرصد ونقل المعلومات لعدوك وعدو وطنك وعدو بلدك، حتى يطور من هجماته ويطور من اعتداءاته ويطور، وبالتالي أنت تروح الضحية، أمك أبوك أختك تروح الضحية. من المسؤول؟ مسألة مو هينة. ولذلك علينا نحن كمواطنين أن نلتزم بقوانين الدولة ووزارات الداخلية في دول الخليج وما ترشدنا عليه وبه ومنه، لأن هذا دورها واجبها الوطني والمهني، واجبها الوطني والمهني. فأنا لما أجي أعين عدو هذه المؤسسات الأمنية اللي تحميني، أعينه من خلال إرسالي إلى الفيديوهات وإرسالي إلى الأشياء اللي تحدث. أنا شريك، أنا أمثل شراكة مع العدو، مو شراكة مع الوطن، مو شراكة مع أهلي وناسي وجماعتي ووطني وقيادتي. هذا لازم ننتبه. والحمد لله القوانين الموجودة لدينا نحن في بلدنا هنا في مملكة البحرين في هذا الجانب عاقلة وراشدة ومدركة الأسباب والعواقب والعواطف والمعايير والسلوكيات التي حدثت وتحدث ولا زالت تحدث. ولذلك هناك احتواء لهذه المسائل، احتواء كبير لهذه المسائل. فالفقرة الثالثة فيقول شنو أستاذ أبو مشعل عبد النبي الشعلة؟ فالواقع الراهن يشير بوضوح إلى أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الدول العربية الخليجية لم تعد كما يرجو لم تعد كما يرجو محصورة في أهداف عسكرية محددة. يعني الهجمات ما كانت محصورة في القواعد الأمريكية المحددة، بل امتدت نطاقها بشكل أوسع ليشمل مرافق مدنية ومبانئ وبنية تحتية حيوية واقتصادية ومجمعات سكنية وتجارية، وأنا أقول فنادق وشوارع، أي أنها في جوهرها تمس حياة الخليجيين اليومية وأمنهم واستقرارهم ومصادر رزقهم، وهو ما يفرض ضرورة
رفع مستوى الوعي العام بحقيقة هذه التهديدات دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية. عندما نخالف التعليمات، عندما نخالف ونتجاوز التعليمات، نقع في المحظور أيها السادة، نقع في المحظور ونصبح شركاء في الاعتداء على وطننا وأرضنا وإنسانيتنا وديننا. ومن هنا فإن الأبقاء على مستوى عال من التكتم والتحفظ دون موازنته بقدر مدروس من الشفافية قد يؤدي دون قصد إلى خلق فجوة في الوعي العام. هني مربط الفرس. النقطة هذه أقف عندها قليل أستاذ عبد النبي. هذه هني مربط الفرس، تفسح المجال لشائعات وروايات مغلوطة ومضللة، وربما لتعاطف غير مبرر مع الجهات المعتدية. خلنا أقولها بكل صراحة، إحنا الشعب البحراني في القرى ميولنا إلى إيران، لأنها شيعية، لأنهم شيعة وإحنا شيعة. وهذا طبعا الميول من دون فرامل ومن دون وعي. حينما نواجه المسألة ونناقشها بموضوعية نصل إلى خط مسدود. أنا شيعي وأنتمي إلى طائفة شيعية ومن بيت شيعي، وكل أهلي شيعة، وأنا من كرزكان والكل يعرفني، وكرزكان مقدسة ولها تاريخها العريق في عالم التشيع وممتد إلى اليوم. لكن لما يعتدى على وطني وعلى أرضي وعلى إنسانيتي وعلى قيادتي وجيش بلدي وأمن بلدي واستقرار بلدي، لابد أن أكون أقدم الوطن على المذهب. ما في مجال للمساومة، لازم أقدم الوطن كوطن على المذهب كمذهب، لأن الوطن ثابت باق أعيش عليه أنا وأبنائي وأجدادي وأحفادي وأخواني وجيراني وكل من ينتمون لأمتي عبر التاريخ من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. فما في مجال أن أنا أساوم على الوطن. المذهب اجتهاد من أفراد زائل. لا أحد يناقش في مسألة المذهب. المذهب ليس ثابت من الثوابت. المذهب هو اجتهاد شخصي من أناس وتوارثنا، ولكنه ليس حجة. لسنا مسؤولين عنه. المذهب أمام الله لسنا مسؤولين عن مذهب، يعني الله ما راح يسألك في القبر أنت مذهبك شنو. يقول لك من هو ربك، من هو نبيك، من هو إمامك، من هو كتابك، وما هي قبلتك. فلا نضع المذهب فوق كل شيء، فوق الإنسانية وعلى الأرض وعلى الوطن وعلى الدين، ونلغي الدين ونقول المذهب. لا، اسمحوا لي أيها السادة، يجب أن نقف وأن نميز. وأنا أكلم هاي الطائفتين، ترى أنا أكلم الطائفتين الموجودتين في هذا العالم، في عالم الخليج العربي، في البحرين وفي دول الخليج الباقي، أكلم الطائفتين. المذهب ليس من الثوابت، لا شيعي ولا سني. ولا تكونوا كالذين كفروا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اقرأوا القرآن
كتابكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من 7 سماوات على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وقالها بالحرف الواحد: الدين عند الله الإسلام. ما في مذاهب ما في، وهذا سيحدث، وأنا أقولها بكل شجاعة. المذاهب ستزول، 73 مذهب سيزولون بإذن الله وبأمر الله وبإرادة الله، لأنهم يتنافون تماما مع مشروع الله في الأرض. الثوابت 4: أرض، إنسانية، وطن، دين. والدين عند الله الإسلام. لنعلم ما نعلم. أعود للفقرة. بسبب اشتراك لحظة، يعني يقول إيه؟ طبعا هذا التكتم يخلق تحفظ عدل، وفي نفس الوقت يخلق غياب الشراكة المجتمعية. يجعل الناس بعيدين عن الاندماج، داعشين حالة الرهاب من التغيير والتطوير والتنمية. وهذا لا تنسى أن النشأة نشأت أساسا بعيد عن الاندماج. يعني الاندماج ما كان موجود أساسا في نشأتنا، في قرانا، في مدننا، ما في اندماج، رغم وجود عوامل التواصل الاجتماعي، ورغم وجود المجالس والمساجد والحسينيات. شوف هالمفارقات وهالمتناقضات الموجودة في هذا الواقع. فمقتضيات الأمن والاستقرار تحتاج إلى التكتيك والتخطيط والتدبير، ومن ضمنها الكتمان. واستعينوا بقضاء حوائجكم بالسر والكتمان. أيها السادة، إن خلق فجوات في الوعي العام تفسح المجال لشائعات وروايات مغلوطة ومضللة، وربما لتعاطف غير مبرر مع الجهات المعتدية. شلون يعني غير مبرر؟ لأن في ناس تعيش الغفلة، ترى تعيش التبعية دون وعي، فترمي نفسها في المحظور مع الجهات المعتدية ضد أوطانها دون وعي، خصوصا في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وارتباطه بسبب اشتراك إسرائيل في الحرب بالقضية الفلسطينية التي تحظى بإجماع وجداني عميق لدى الشعوب الخليجية والعربية. القضية الفلسطينية هي قضية المصير. يعني بمعنى اليوم أنا أعطيك مثال بسيط. إيران اعتدى عليها في 28 فبراير، راح ضحيتها قادتها الله يرحمهم برحمته. طيب أنت ليش ما تروح تعتدي على اللي اعتدى عليك؟ سؤال أنا أسأل عدل المتعاطفون. احنا متعاطفين مع إيران لأنها دولة مسلمة، ولكن مو على حساب أمن وطننا وأراضينا وإنسانيتنا وديننا. لا، احنا ثابتون صمود، احنا ثابتون على الثوابت، صمود على الثوابت، لا نغير، ما في مجال. انت اعتدت عليك إسرائيل، يا أخي روح اعتدي عليه، ايش لك بدول الخليج؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أي دولة في العالم غير العالم العربي، غير الخليج العربي، غير الإقليم الحجاز ونجد والبحرين واليمن وعمان والعراق وبلاد الشام ومصر،
هذه الأقاليم التي ذكرتها إذا يعتدى عليها المعتدي خاسر، وإن كان مبجلا، وإن كان شيعيا، وإن كان سنيا، خاسر بلا استثناء. ليش؟ أولا لأن هذه المنطقة محاطة وموجودة فيها كل الأديان والشرائع، من سيدنا إبراهيم، من سيدنا نوح عليه السلام، من سيدنا آدم عليه السلام، لسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذه نقطة. النقطة أن الكتب السماوية كلها نزلت في هذه المنطقة. هذه الأنبياء نزلوا في برسائلهم في هذه المنطقة. أدل الكعبة منها، كعبة منها، أطهر أرض منها، القرآن نزل فيها، النبي محمد صلى الله عليه وآله منها. أقول لكم بعد، أزيدكم بعد، الأوصياء 12 منها، ومنهم قائمنا آل البيت. فأنت تتوقع أن الإمام المهدي يقبل أنك تعتدي على مقدسات الله، أدوات الله في مشروعه؟ يعني اللي قاعد تتعاطف أنت مع الفرس، سأل نفسك هذا السؤال. الإمام الحجة اللي أنت تنتظر عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، يقبل أن يعتدى على مكة، على بيت الله الحرام، على مسجد رسول الله، على حرمة الأرض المقدسة؟ يقبل؟ اقرأوا القرآن واعرفوا أنتم على أي أرض تجلسون وعلى أي أرض تمشون، على أقدس الأراضين. أيها السادة افهموا، وعوا ما هو المسؤول منكم والمطلوب منكم في المرحلة الحالية. يجب أن تقفون مع ولاة الأمر، القادة، حكام الخليج، لأن أثبتت حكمتهم بأنهم الأجدر، حقيقة الأجدر في إدارة البلاد والعباد، لأنهم لو انخرطوا في الحرب كما تريد إسرائيل وأمريكا والغرب لا وقع الفاس في الرأس، لوقع الفاس في الرأس. قلنا لكم بكل صراحة، ما في مجال ناقش. فهذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني الموجود الآن في المنطقة ويحاك بدهاء ومكر خبيث، نحن منه براء، نحن منه براء، لأنها حرب عبثية، حرب عبثية. الظالم جند من جنود الله، أنتصر به وأنتصر به وعليه. جند من جنود الله، الظالم جند من جنود الله. فماذا سيحدث بعد أن تنجلي هذه الحرب وتذهب، وهي بدأت الآن تهدى، وبس دخلوا في المفاوضات، ودشت فرنسا ودش الاتحاد الأوروبي ودش كل شيء. هي عملية مصالح فقط، ما دين ولا إنسان ولا أرض ولا وطن، لأن حينما تنزل الصواريخ لا تعرف لا شيعي ولا سني ولا حاكم ولا محكوم. لكن خلينا نحافظ على إنسانيتنا، نحافظ على أوطاننا، نحافظ على أراضينا بكيفية ترضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، مو بالتبعية العمياء والعاطفة المفرطة التي لا مبرر لها أبدا، لا مبرر لها. انتقل للفقرة الأخرى. تحظى بإجماع وجداني عميق، لذلك طبعا القضية الفلسطينية بلا شك تحظى بوجدان عربي، لكل إنسان عربي ولكل إنسان شريف
سواء كان عربي مسلم مسيحي يهودي، كل إنسان شريف تحضر القضية الفلسطينية. والدليل على ذلك روح تشوف المظاهرات في أوروبا وفي أمريكا كلها من أجل فلسطين. يعني الفقرة التالية: ولا خلاف على عدالة هذه القضية ولا على عمق الالتزام دول الخليج العربي بدعمها عبر عقود طويلة. طبعا كانت دول الخليج ولا زالت وستبقى هي الداعمة للقضية العربية الفلسطينية، غير أن هذه الالتزامات لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لتبرير الاعتداء على هذه الدول أو التغاضي عنه. طبعا كلنا عبر متابعتنا لتصريحات قادة إيران كانوا يقولون القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية وين هي في ذاكرتهم؟ معدومة، غير موجودة. ليش؟ لأن سقطت الأقنعة وبانت الحقائق وعرفنا المؤامرة. الآن أي إنسان حر وشريف أدرك المؤامرة التي تحاك على العالم العربي والإسلامي. ووسائل التواصل الاجتماعي كافية أن تكشف لنا كل خطوات المؤامرة وخطوات ما يحاك على عالمنا العربي والإسلامي. لقد برز في الأواني الأخيرة ميل لدى بعض الأصوات في الفضاء العربي العام إلى التشفي أو التقليل من خطورة هذه الهجمات أو تفسيرها في إطار صراع أوسع، متجاهلة أن نتائجها المباشرة تطول مواطنين ومقيمين أبرياء لا علاقة لهم بأي حسابات سياسية أو عسكرية، بل إن ما يدعو إلى القلق هو موقع البعض من التباس غير مبرر نتيجة الربط بين الانتماء المذهبي وبعض المواقف السياسية، في حين أن الواقع يثبت أن الصواريخ والطائرات المسيرة لا تميز بين سني وشيعي ولا بين مؤيد ومعارض، بل تصيب حيث تصيب وتحصد الأرواح والممتلكات حيثما تريد. وضح عبد النبي ما شاء الله عليك، يعني اليوم أنت كاتب شيء يثير حفيظة علي فردان والله العظيم. والأخطر من ذلك أن استهداف النظام الإيراني لمرافق البنية التحتية لدول الخليج من محطات الكهرباء والمياه إلى المصافي والمطارات والمنشآت الاقتصادية لا يعني فقط إضرارا آنية، بل يمتد أثره إلى تعطيل حياة الإنسان الخليجي وتهديد أمنه والمعيشي، وربما إدخال مجتمعات بأكملها في أزمات إنسانية واقتصادية معقدة، كما أن التهديد بإغلاق الممرات الحيوية كمضيق هرمز يؤدي إلى خنق شعوب المنطقة ويحمل مخاطر تتجاوز حدود الدول لتطال استقرار المنطقة والعالم. واضح؟ يعني أنت الآن تقول عندك خرسانة عسكرية، بتقول لي تكتيك، عندك خرسانة عسكرية وتعرف عدوك وقادر توصل له رغم مسافة الحدود، عدل تسكر مضيق هرمز وتعطل الحياة لحساب من وعلى حساب من؟ ولذلك أقولها بكل صراحة، تخبط اللي قاعد تسويه إيران الآن في هذه المرحلة، في هال 33 يوم 34 يوم، راح يخليها تدفع ثمن كبير كبير جدا للعالم العربي والإسلامي والخليجي. راح رجعها للوراء. كان عداؤها موجه
من قبل الأنظمة العربية والخليجية. الآن عداؤها الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية. الشعوب العربية والإسلامية ما تقبل الاعتداء على المملكة العربية السعودية. 2 مليار ما يقبلون، ولا يوجد شيعي على وجه الأرض يقبل الاعتداء على مكة والمدينة وبيت الله الحرام ومكة وعموما بشكل عام. المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لم يستطع مستعمر أن يستعمرها أو غازي يغزوها، لأنها محفوظة بإذن الله، برعاية الله، بحفظ الله. فإيران جمهورية إسلامية تعتدي على المملكة العربية السعودية، شبه الجزيرة العربية، الحجاز، نجد، البحرين. هذا السؤال مهم. هي غلطة كبيرة، غلطة سياسية، غلطة علمية، غلطة هذه كشفت نوايا وأسقطت الأقنعة. حقيقة أسقطت الأقنعة وكشفت الحقائق لنا نحن أبناء الطائفة الشيعية في العرب. عرفنا احنا وين رايحين، وين متجهين. ولذلك أقولها بكل صراحة: ولاؤنا يجب أن يكون لحكامنا الخليجيون، بلا نقاش زايد ولا نقاش لبيك يا حمد، لبيك يا تميم، لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، لبيك يا هيثم، لبيك يا مشعل. ما في مجال. يجب أن نقف ونفكر ونعبر لكي نكون أحرار في دنيانا، في عالمنا، في وطننا، في إنسانيتنا، في أدياننا. أليس الإمام الحسين يؤمرنا بذلك؟ كونوا أحرارا في دنياكم. بأي وجه نقابل الحسين سيد شباب الجنة إذا كانت تعتدى على أراضي المقدسة؟ بأي وجه؟ احنا اليوم لو ينضرب المشهد، مشهد الرضا، نبكي ونحزن، لأنه صبت من أصباط رسول الله. شو نقبل أن تضرب المملكة العربية السعودية، أرض مقدسة يتوجه لها 2 مليارين إنسان كل يوم 5 مرات، مو مرة ومرتين، 5 مرات. كمل لك يا. وفي هذا السياق يبرز تناقض لفت إذ كلما لوحت الولايات المتحدة أو إسرائيل باستهداف منشآت داخل إيران، جاء الرد الإيراني بالتهديد باستهداف منشآت مماثلة في دول الخليج العربي. ذمتكم هاي مو مؤامرة؟ يعني الآن إسرائيل تستهدف وأمريكا تستهدف منشآت في إيران. إيران بدل ما تروح تستهدف منشآتها في أمريكا، منشآت أمريكية إسرائيلية، تستهدف الدول الخليجية. ذمتك هاي مو مؤامرة على دول الخليج؟ لا متبنوعة للأسف. يعني اوعوا ولا حد يراهن على انتصار إيران. إيران لن تنتصر، ولو انتصرت عسكريا هي الخاسر الأول. ذكروا التاريخ، بداية الثورة شو قال رفسنجاني؟ لن تقم لنا راية ونتحرك بثورتنا إلى العالم الإسلامي إلا بالسيطرة على 4 دول، منها المملكة العربية السعودية ومصر وبلاد الشام والعراق. وهاي سقطت الأقنعة، خلاص انتهت. إذن المسألة مو مسألة دين ولا مسألة انتظار الإمام المهدي أو تمهيد للإمام المهدي. لا 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 لا، ما له علاقة. المسألة أكبر بكثير، أكبر بكثير. المسألة أنت أيها العربي، أنت يا حفيد القعقاع، يا حفيد خالد بن الوليد، يا حامل راية علي بن أبي طالب
وتشهد به، أشهد أن عليا ولي الله. التشيع جاء من هنا، من هذه البقعة المقدسة البحرين، من هجر أحساء حاليا. اقرأوا التاريخ وتعلموا منه وافهموه واقتدوا به. أستاذ عبد النبي، الموضوع كبير، وأنا داخل على 40، بدش على ساعة مخاطبة. أنا موضوعك قد أقرأ. ومن هنا فإن المطلوب اليوم ليس التخلي عن مقتضيات الأمن العسكري ولا كشف ما يجب أن يبقى سريا، بل تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن القومي وتعزيز الوعي العام. منتهى الخطر. كيف نوازن بين الأمن القومي وتعزيز والوعي العام؟ أمن قومي ووعي عام. أولا يجب على الجهات الرسمية في هذا الجانب تأسيس منهجية استراتيجية للتعامل مع الوعي العام. هذا دور الرسمي، هذا دور الجهات الرسمية. عليها أن تنتبه لخطورة الكتمان وخطورة غياب الوعي، وتبدأ أن تضع استراتيجيات إعلامية مستقلة لحماية الأمن القومي بوعي ونضج كامل، وإلغاء المحسوبية والطائفية والأمور التي تعيق الوعي العام وتؤسس إلى خدش الأمن القومي وإضعاف الأمن القومي. لأن المواطن له حقوق، له حقوق في وطنه، له حقوق في أرضه، في حماية أرضه، حماية وطنه، له حقوق في إنسانيته، وله حقوق في دينه. وحينما تحدث المصيبة أو الفتنة أو الاعتداء العسكري على أرضه وإنسانيته ووطنه ودينه، على الجهات المختصة الرسمية، المؤسسات الدولة، أن تهيئ المشروع الذي يحتوي بشكل عام الوعي العام فردا فردا، حتى لا يقع الأفراد المغرر بهم والمأخوذين على عاتقهم بالتبعية العمياء، والناشئين للأسف في فوضى التسييس وأيديولوجية التأسيس وسجن التأسيس والانغلاق، وحرمانهم من الاندماج الفكري والاندماج العلمي والعملي في المجتمع في المحظور. وبذلك أكون أنا قد وفيت في كلمتي، وإن المعركة في جانب مهم منها هي معركة وعي. معركة وعي، أصدقك، أأكد عليك أستاذ عبد النبي، ومعركة وعي، ونجاحنا فيها يتطلب بوضوح وصدق وقدرة وكفاءة مطلقة على مخاطبة الناس بلغة تحترم عقولهم. يجب أن نحترم الإنسان الخليجي، نعطيه مكانته، نعطيه مكانته الفكرية الأدبية العملية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الإعلامية. لا نهمشه ونجعله يعيش حالة الضعف والهوان والخوف من عدم المشاركة، حتى لا يكون مصعدة عند العدو ولقمة سهلة يسيسه العدو. وتحصينهم هذا، ويأتي بذلك تحصينهم ضد التضليل وتعزيز وحدتهم في مواجهة الأخطار، لأن معرفة الحقيقة كاملة، وهذا مهم، معرفة الحقيقة الكاملة في أوقات الحروب ليست ترفا أو رفاهية أو نزهة، بل هي ضرورة
ضرورة استراتيجية ملحة، واجب شرعي وطني وإنساني أن تشركني أنا المواطن البحريني، أنا المواطن الخليجي الإماراتي القطري السعودي الكويتي العماني، أن تشركني في الدفاع عن مصيري في أرضي وفي وطني، أن تشركني، أن تجعلني شريكا معك، لا أن تجردني. وهذا يأتي من خلال آليات العمل المشترك في الشراكة المجتمعية، ويأتي من خلال فتح المجال لأن يحمل اللواء ابن البحرين الأصيل صاحب الجاهزية الهوية الوطنية المخلص من الأم والأب، ولا تأتي بالمتجنس والمرتزق وتضعه هو المدافع وابن الوطن ابن الأرض الحقيقي الفعلي الأصيل مجلسنا في البيت. هذا فراغ لا يقبله المنطق، ولا تقبله العدالة، ولا تقبله الإنسانية، ولا تقبله الأرض. الأرض يحميها ابنها، الأرض يحميها أبناؤها، الدين يعمل به أهله، واعرفوا الحق تعرفون أهله. وأختم بهذه الكلمة لوطني. أخواني، أنا هذه الكلمة يعني هي من القلب إلى القلب، أقولها بكل صدق وإيمان. أرجو أن تصل، وأرجو أن يعيها الجميع. وشكرا لأستاذنا الكبير عبد النبي بن عبد الله الشعلة. شكرا أستاذ عبد النبي الشعلة أبو مشعل على هذا الموضوع الذي أثار فيني الكثير من المعاني. أرجو أن أكون وفقت في الطرح وفي التحليل، وإن شاء الله ألتقي بك في الأسبوع القادم وبكم أيها الأحبة في موضوع آخر وكلمة أخرى. وأسامحوني، أرجوكم سامحوني، لقد أطلت عليكم كثيرا. أخوكم علي فردان، محمد فردان، مجمع 1025، قرية كرزكان، المحافظة الشمالية، مملكة البحرين الغالية، وعاش الخليج الخاثر بأمن وأمان وطمأنينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.